الكهرباء. طبعا زاخو القادم من مغادرة هادي صالح، محمد علي، وكذلك ماثيوس لوكاس وديبوتي. مباراة في الجولات الباقية. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، جوزيف ويوسف رائد وكذلك اورينهو. هذه كرة داخل من كرة ثابتة. الكرات الثابتة حل من الحلول. هذه خطيرة. الله 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 على هدف رائع، على هدف جميل يأتي لمصلحة زاخو. الأهداف الجميلة لا تأتي إلا من زاخو بهذه اللحظات، بهدف رائع، بهدف جميل جدا يأتي لمصلحة نادي زاخو. الله الله يا أبناء الخابور وفرحة جماهير زاخو بهذه اللحظات. يسجل نادي زاخو بكرة جميلة يا هادي صالح، هادي صالح بخبرة بجمال بالله الله الله. وضعها على يسار حارس المرمى. الكرات الثابتة هي حل من الحلول لتسجيل الأهداف. سجل زاخو، سجل أبناء الخابور هدف التقدم عن طريق هادي صالح الذي يقود شريط الأهداف لمصلحة زاخو وفرحة جماهير زاخو. نعم، الكرات الثابتة هي حل من الحلول لتسجيل. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، كرة اللعب عالية، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة المرور، هذه كرة الله الله. أوه على كرة جميلة، الله على كرة رائعة جدا عن طريق لوكاس دا سيلفا في الكرة الماضية. لاحظ هنا الاستلام، محاولة التسديد، سدد هذه الكرة ولكن الكرة مرت. علي مهدي يكسب الصراع، الكرة على جهة اليسار. أحمد عايد لمصلحة نادي الكهرباء يحاول المرور، مر بنجاح، هذه كرة خطيرة ولكن مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة كانت لمصلحة أحمد عايد لاعب نادي الكهرباء اللي حقيقة يقدم أداء جيد ومميز مع نادي الكهرباء في هذا بشكل ممتاز. استخلاص رائع لحسن رائد في اللقطة الماضية. كرة عادت لحميد علي، هذه كرة خاطئة وفرصة جول 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 جول. التعادل يأتي عن طريق النيجيري أوستين أموتو، يسجل بهذه اللحظات هدف التعادل للكهرباء. الله 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 يا أوستين أموتو النيجيري. النسر النيجيري يحلق عاليا مع نادي الكهرباء بهذه اللحظات. التعادل يأتي لمصلحة الكهرباء. الله على كرة خاطئة عادت لمصلحة الكهرباء. سجل أوستين أموتو بالمكان، بالتمركز، في الزمان والمكان حاضر دائما. هكذا هو أوستين أموتو، هو المهاجم دائما يحضر في المكان المناسب لتسجيل الأهداف. سجل أوستين أموتو هدف التعادل في نهاية هذا الشوط لمصلحة نادي الكهرباء. 1-1 الشوط الثاني، ويريد أن يقلب الطاولة على نادي زاخو في هذه المباراة. هذه كرة خطيرة، محاولة داخل منطقة الجزاء لا زالت لمصلحة الكهرباء، وفي الأخير هذه الجولة وهذه كرة خطيرة لمصلحة الكهرباء. الله 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 على ريتشن ممتاز من علي كاظم، لكن الله على هذه التسديدة يا البرازيلي لوكاس سانتوس. هذه الكرة باليسار ولكن علي كاظم كان في التصدي. عادت عباس قاسم، كرة عادت سريعة لمصلحة نادي زاخو. فرصة الهدف الثاني خطيرة لأبناء الخابور، فرصة جول، فرصة جول. الله 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 الله. سمفونية زاخو عادت من جديد. أبناء الخابور يسجلون بهذه اللحظات. الله الله الله. سجل زاخو
بسمفونية كروية تعزفها الجبال، ولا صوت يعلو فوق صوت أبناء الخابور، لا صوت يعلو فوق صوت جمهور زاخو. جول ثاني يأتي لمصلحة نادي زاخو، سجل بهذه اللحظات هو البديل الناجح، اشترك لكي يسجل محمد صولة باليسار على يمين حارس المرمى، سجل زاخو الهدف الثاني. هو المحترف الليبي يعرف طريق الأهداف، يعرف طريق الفرحة لهذه الجماهير، يعرف طريق الابتسامة دائما، ويسجل الآن الهدف الثاني لمصلحة أبناء الخابور. الله على المرور وهذه التسديدة، الله يا محمد صولة، وضع الكرة باقتدار بثقة عالية على يمين حارس المرمى، وهنا ردة الفعل. الله على هذا المدرج، الله على هذا الجمهور، على جمهور زاخو، على عشاق أبناء الخابور، وفرحة لمحمد صولة بهذا الهدف الجميل بسمفونية رائعة عزفها أبناء زاخو في منطقة الجزاء. هذه خطيرة لمصلحة أبناء الخابور. الله على هذه الحركة، لا زالت كرة خطيرة لمصلحة نادي زاخو، فرصة للهدف الثالث خطيرة، ولكن بأحضان حارس. وزاخو بأسماء وجمهور الكبير يحاول البقاء على هذا الانتصار، بينما الكهرباء خطير في أي لحظة في هذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية، الله على حركة أمجد عطوان بشكل ممتاز. وهنا التسديدة اللي كانت لآليو آدم في الكرة الماضية اللي وصلت بأحضان حارس المرمى مع بداية المباراة، ولكن الآن زاخو هو الأكثر. حسن رائد، رمية جانبية لعبت داخل منطقة الجزاء، لا زالت هنا كرة، ولكن من آسو رستم. الله آسو رستم، كرة جميلة، كرة رائعة. لاحظ هذه الكرة بالهواء، حاول أن يسدد ويسجل هدف سينمائي أمام جمهور زاخو، ولكن كرة وصلت عند حارس المرمى علي خالد. لمصلحة نادي الكهرباء، هسه نشاهد عودة تأتي في نهاية هذا اللقاء. هذه كرة بالراس، ولكن السادس عشر عند النقطة 30. كرة أمامية، جماهير زاخو تنتظر الصافرة لتفرح بهذا الانتصار وبهذا الفوز بعد الخروج من البطولة والمسابقة الخليجية، لكن الفرحة والابتسامة